مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم بإذن الله وعلى كل الناس اللي انتم بتحبوهم يا رب. النهارده عايزة اتكلم معاكم في السوبر المصري واحداث السوبر المصري. عارفة انه يعني من زمان، بس يعني عندي كام تعليق كده وموضوع واقف في زوري، فمحتاجة ان انا اتكلم فيه. مبدئيا كده السوبر المصري تغير النظام بتاعه، بقى بأربع فرق مصرية، وهو كان في شهر ديسمبر، واللي فاز بالسوبر المصري هو النادي الأهلي. ألف مبروك طبعا النادي الأهلي. الأحداث اللي حصلت قبل السوبر المصري كانت أحداث بصراحة في وجهة نظري، يعني أنا غريبة شوية، يعني غريبة شويتين ثلاثة، مش غريبة بس يعني. أولا الاربع فرق كان الاهلي كبطل للدوري، سيراميكا بطل كاس الرابطه، فيوتشر بدل الزمالك او ثالث الدوري ماشي، او الوصيف بتاع كاس مصر، لاني بطل كاس مصر ممكن يبقى كان النادي الاهلي، ف يعني وتاني الدوري وهو نادي الطموح كله نادي بيراميدز. طيب نادي الطموح كله راح الامارات. انا اصلا جاي اتكلم على نادي الطموح الصراحه، يعني موضوع مستفز جدا يا جماعه. تخيل انت نادي ما حدش بيشجعك، 23 بني ادم هم اللي بيشجعوك، وهم معظمهم من اولياء امور الاكاديميه او الناشئين اللي عندك، مش حتى الاكاديميه مش الناشئين. ما فيش اصلا ناس يعني بتشجعك، مالكش تاريخ، مالكش بطولات، مفيش اي حاجه في الوجود. فيطلع يعملوا اعلان لنفسهم، فيطلع رمضان صبحي وعبد الله السعيد، يقولوا ايه، جماهيرنا في الامارات مستنيينكم تملوا المدرجات. يا ابني ده مفيش 23 بني ادم اصلا على بعض بيشجعوكوا في مصر، ففي الامارات فين؟ وبعدين يجي بقى يوم الماتش، كانت القرعه وقعت السيمي فاينل بيراميدز وفيوتشر مع بعض، والاهلي وسيراميكا مع بعض. فبيراميدز وفيوتشر بيلعبوا الساعه 3 قبل ماتش الاهلي وسيراميكا اللي هيتلعب الساعه 7. فتبص على على المدرجات اصلا فاضيه، والموجودين عددهم مثلا ما يكملوش 1000 بني ادم، وكلهم لابسين تيشرت الاهلي. طب فين مدرجات اللي هتتملي يا ابني؟ اكيد هتتملي بجماهير الاهلي. ده انت اصلا يعني الرابطه والاتحاد المصري واللجنه المنظمه في ابو ظبي، لولا ان هم عاملين الماتشين ورا بعض ما كانش في حد هيجي لكم الماتش اصلا. ده انتوا ولا نادي جماهيري، يعني سواء سيراميكا سواء فيوتشر سواء بيراميدز مفيش نادي جماهيري. فلولا ان هم عاملين الماتشين ورا بعض، فقال لك بس الجماهير تيجي تحضر الماتشين بنفس التيكت، بس خلصت يعني خلصت. فانت بتتكلم مين يعني هم فين ايه جماهيركم اللي هتملى المدرجات؟ غراب جدا. ما علينا، مش مهم، عدي الموضوع ده. طبعا جماهيرهم مالت، كفايه بقى، كفايه جماهير يا احسن احنا يعني كناش شايفين اصلا الكراسي من كتر الجماهير. مش مهم. نيجي بعد كده نلاقي صاحب النادي اللي هو سالم الشمسي بيتكلم على ماتش، ده كان ماتش ده يوم الاثنين، وفي الماتش الفاينل بقى، او فاينل وثالث ورابع يوم الخميس. فبيقول لك احنا عنينا على ماتش يوم الخميس. طب حبيب قلبي، ده على اساس ان انت بتستخف وبتستهتر بماتش السيمي فاينل. يعني المفروض تعدي السيمي فاينل وبعدين تروح تتكلم على ماتش الفاينل او وات ايفر، بس الاول تشوف انت هتعمل ايه. فربنا بقى جزاك ان انت شخص يعني استهترت بالمنافس اللي قدامك اللي هو فيوتشر. خسرت ورحت تلعب فعلا يوم الخميس على ثالث ورابع، لكن انت ما اديتش اصلا للمنافس احترام. يعني انت ما اديتش للمنافس احترام. وبعدين يطلع بعد كده بعد الخساره وضربات الجزاء اللي قعدنا 19 سنه في ضربات جزاء بين فيوتشر وبيراميدز، وكان المتالق جنش هو صاحب اللقطه وصاحب الشو في هذه المباراه. ف
وفيوتشر يصعد للفاينل، فيجي بعد كده يقول لك باتشيكو اصل التحكيم. تحكيم ايه يا ابني يا حبيبي؟ تحكيم ايه؟ اصل اي حاجه بقى، اي كلام واي حجج. واحنا اصلا لحد دلوقتي انت ما جاوبتناش اصلا يا باتشيكو على اي قذيفه جاءت اساسا. فيعني انا مش فاهماك. وبعدين هو انت اصلا يا باتشيكو عندك عقده النهائيات. انت اصلا فريق، انتوا اصلا فريق فاشل، فريق ما خدش ولا بطوله، فريق بيراميدز فيوتشر اللي صعد بعديك او اللي تأسس بعديك اخد كاس الرابطه، سيراميكا اخد كاس الرابطه. فانت اصلا فريق فاشل، بجد فريق فاشل. فبتتكلم على الاهلي ليه؟ بعدين خلصنا السوبر والاهلي توج بكاس السوبر والناس انبسطت وفرحنا ورجعنا مصر وكل حاجه فله وجميله وتحفه. فيطلع وخلاص، وروي فيتوريا طلع بقى قال لك قائمه المنتخب واعلن القائمه، وواخد من بيراميدز عدد مش وحش، ناس 6 لاعبين باين ايا كان عددهم، ومن الاهلي ومن الزمالك والمحترفين، والدنيا زي الفل وزي السكينه في الحلاوه. ماشي. فاحمد نبيل كوكا يتصاب قبل التدريبات، فالمنتخب يعلن ان هو هيستبعد احمد نبيل كوكا وهيستدعي مهند لاشين مكان احمد نبيل كوكا. فايه اللي يحصل؟ فالمدير التنفيذي لنادي ماشي يطلع يقول لك، تخيل انت اول لما يحصل حاجه زي كده، بيراميدز 7 لاعبين في المنتخب، الاهلي 6 لاعبين في المنتخب، الزمالك 3 لاعبين، بيراميدز هو اكتر نادي بيسبورت يا ابني ده انت لسه متاسس اول امبارح بالليل. منتخب ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ وبعدين انا اصلا معترضه على اختيارات روي فيتوريا انه واخد اصلا علي جبر واحمد سامي واسامه جلال من عندك. ده انت ادفعك شوربه، يا ابني. يعني ازاي واخد احمد الشناوي اللي هو مصاب اصلا ورايح يتعالج في المنتخب؟ طب واخده ليه؟ فتشاء الاقدار، وربنا ما بيضيعش تعب حد والله العظيم بجد. يروح اسامه جلال متصاب، فروي فيتوري قبل ما القايمه تتبعت بساعه ولا ساعه وشويه يروح روي فيتوريا مستدعي انه يجيب ياسر ابراهيم مكان اسامه جلال ويطلع اسامه جلال، فتروح انت شايل البوست. طب انا عايزه اقول حاجه، حتى لو انت شايف ان انت اكتر نادي بتدي لاعبين للمنتخب، بذمتك قيمتك كنادي كرئيس تنفيذي للنادي ازاي تطلع تكتب بوست زي ده؟ ده اسمه كيد نسا يا بابا، ده اسمه كيد نسا بجد. ممدوح عيد انت شخص فاشل بجد، ونادي بيراميدز كله نادي فاشل. وللامانه انا مش عارفه ليه سعاده سالم الشمسي يعني لسه بيحط فلوس في النادي ده، والله العظيم. يعني هل هو ده غسيل اموال؟ هل هو ده معرفش ذكاء عن نفسه وعن صحته؟ يعني انا مش فاهمه. نادي لا بيكسب، بيجيب لعيبه بالملايين على الفوق، يعني حتى مش نادي مثلا، مش مهم ان هو يكسب مش مشكله، بس على الاقل ممكن يجيب لعيبه، يطلع ناشئين، يطلع لعيبه ويبيعهم. انت لا بتبيع ولا بتستثمر في لعيبه، بتشتري لعيبه بس وبتخزنهم على الدكه. زي ما جبت كده يوسف اسامه نبيه واسمه ايه التاني، ويوسف وسيف فاروق جعفر. رحت جبت اشتريت لوكشه لعيبه كده من فيوتشر، بوبو ومش عارفه ايه ومين ومهند لاشين، وما حدش فيهم بيلعب غير مهند لاشين بس. ليه؟ عشان انت مجرد ان النادي الاهلي قال لك انا عايز محمد رضا بوبو، فلا فازاي؟ لا انا مش عارفه هدفع 150 مليون واخد ال3 لعيبه واخزنهم عندي في المخزن كده، حنطهم عشان انا ايه بحب انتيكات اصلا. انا اتمنى ان يبقى في رقابه ومحاسبه، والناس بتوع معرفش اسمهم لعب المال النظيف زي ما بيحصل بره، وزي ايفرتون كده لما اتخصم منه 10 نقاط والكلام ده كله. انا نفسي فعليا الموضوع ده يطبق في مصر، ونشوف نادي زي نادي بيراميدز ده بيعمل ايه، بيجيب فلوس منين، بيودي فلوسه فين، ايه هي لعب المال النظيف في نادي بيراميدز. نادي اتخلق ايه اللي اسمه ايه ده،
الاستفزاز، بس انه يضايق الاهلي، انه يستفز الاهلي. كاس افريقيا على وشك انها تبدا. كل التوفيق لمنتخب مصر اللي انا معترضه على اختيارات روي فيتوريا، مع اني مش هتكلم فيها دلوقتي لحد ما نشوف الاداء المنتخب. اتمنى ان احنا ناخد كاس افريقيا، واشوفكم في حلقه جديده.